تعتبر مصر مهد الخيول المصرية، أجمل الخيول العربية الأصيلة في العالم، ولن تستطيع رؤية جمال تلك الخيول المصرية الأصيلة إلا في ذلك المكان الذي يبعد عن القاهرة بعدة كيلومترات، وبالتحديد في صحراء عين شمس. بدأت فكرة تربية الخيول العربية في مصر منذ استقطاب السلطان ناصر قلاوون والسلطان برقوق لعدد كبير من تلك الخيول من شبه الجزيرة العربية، وواظب من بعدهم على استيراد أنقى سلالات الخيول العربية إلى مصر بعد ذلك محمد علي باشا، الذي اهتم بتسجيل أنساب الخيول في سجلات لكي يستطيع المحافظة على نقاء سلالة الخيول العربية في مصر، واهتم بتربيتها وتابع من بعده أولاده وأحفاده، وأصبحت مصر من أهم دول العالم في مجال تربية الخيول العربية الأصيلة. احنا واقفين هنا في محطة الزهراء اللي هي جزء من الهيئة الزراعية المصرية، ويمكن عشان نرجع بس بالتاريخ من المنشآت الأساسية للجمعية وقتها كانت مزرعة بهتيم أو محطة بهتيم، وفضلت تربي طبعا خيول لغاية أما جالهم الفكرة إن هم يطلعوا للصحراء وينشئوا مكان أو مزرعة كبيرة في الصحراء. ليه؟ لأن الخيول العربية الأصيلة اتربت في الصحراء منذ آلاف السنين، فيحطوها في البيئة أو الانفايرمنت بتاعتها، وما خلطوش هذه الخيول مع أي سلالة محلية، ولذلك نقاء دم الخيول العربية المصرية هي متحافظ عليها من آلاف السنين. هي الخيول اللي كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام وما قبل النبي عليه الصلاة والسلام. بينما مثلا الخيول العربي البولندي أو الخيول العربي الروسي أو الخيول العربي الأسباني هي خيول جاءت من الحجاز، ولكن تم خلطها بخيول محلية موجودة في تلك البلاد، ولذلك دائما وأبدا بيحتاجوا إن هم يهجنوا خيول عربي مصري عليهم عشان يرجعوا للطيب. احنا محافظين على هذا كقدسية كاملة، ولذلك لازم المحافظة على هذا التراث وهذا التاريخ. فقامت الجمعية الزراعية الملكية بشراء 60 فدانا في كفر فاروق في صحراء عين شمس في عام 1928، ونقلت كل الخيول بها لتوافر البيئة الطبيعية للخيول. في هذا المكان في شرق القاهرة في منطقة عين شمس، أكبر محطة تربية خيول في الشرق الأوسط، وتاني محطة تربية خيول في العالم، وكانت تسمى اسطبلات فاروق نسبة لملك فاروق بالحكم الملكي في ذلك الوقت. وتم تجميع أجود أنواع الخيول في مصر من مزارع الجمعية الزراعية الملكية في بهتيم، وخيول الليدي بلانت والليدي وينتورف والملوك الموجودين في ذلك الوقت إلى هذا المكان الصحراوي، واللي كان بيفد إليه جميع محبي تربية الخيول في العالم إلى هذا المكان اللي طلع منه نظير ومرافق وابن حليمة وحليم شاه ومنة النفوس، وإن هو صاحب فضل على جميع أشهر أنواع الطلايق والفرسات في العالم. في الصفحة بتاعة الفرسة بيبقى عندنا صفحتين قصاد بعض، الصفحة الأولانية بيبقى مكتوب فيها اسم الفرسة وتاريخ ميلادها، وبيبقى فيها النسب بتاعها. هنا بيبقى قصادها النتاج، بيبقى فيه عندي هنا أول خانة اللي هي تاريخ الوثب، أول مثلا تاريخ ما اطلع عليها إيه هي، مين هو الطلوع اللي خدت منه الوثبات، لو حصل نتاج من التزاوج دوت مين تاريخ الميلاد إيه، نوع المولود، رقم تسجيله، التشبيه بتاع الحصان اللي هي العلامات البيضاء اللي بتبقى موجوده على الحصان ساعه الولاده. بعد كده بيبقى عندي هنا خانه للاسم، وبعد كده بيبقى في خانات ثانيه فيها الحركه، سواء لو كان هيتنقل لصفحات التربيه بكتب ان هو مثلا اتنقلت لصفحه التربيه في السجل الفلاني في التاريخ الفلاني، او اذا كان حصل بيع بكتب هي اتباعت لمين وامتى، واذا كان حصل نفوق بنكتب النفوق ده حصل امتى تاريخ ميلاده. يعني بيبقى كل حاجه في السجل دوت بيبقى فيها حركه الخيل بالنسبه للفرسات، مواصفاته بيبقى في صفحه الام بتاعته.
تقيم محطة الزهراء مهرجانا سنويا لجمال الخيول العربية الأصيلة في شهر نوفمبر من كل عام، تتسابق فيه الخيول العربية الأصيلة على المستويين المحلي والدولي. يقام بالمحطة من كل عام مزاد لبيع الخيول في شهر أكتوبر، يتم فيه طرح الخيول للبيع، والتي يتراوح سعر الحصان فيها من 120,000 جنيه مصري إلى 200,000 جنيه، وذلك حسب نوعه وأصوله التي يندرج تحتها. كما تضم محطة الزهراء للخيول العربية مكتبة تاريخية مكونة من حوالي 5,000 كتاب عن الخيول العربية وتربيتها من القرن السادس عشر وحتى الآن، والتي تخدم الباحثين ومربي الخيول العربية في جميع أنحاء الوطن العربي، ومجموعة كبيرة من المخطوطات القديمة عن الخيول العربية الأصيلة. مدرسة الخيل هي مكان بندرب فيه الناشئين أو المهتمين بمجال ركوب الخيول العربية على رياضة ركوب الخيل للقفز. المكان فيه ميدان رملي لركوب الخيل، وفي ميدان عشبي أو أرض نجيلة كمان لركوب الخيل خلف هذا الميدان. في حوالينا 3 أماكن بتعد لونج للأولاد المبتدئين لركوب الخيل. الخيل العربي لو جينا نتكلم عليها في مجال ركوب الخيل أو استخدامها للرياضة، هي تعتبر أحسن السلالات، وبتستخدم في كتير جدا لتحسين سلالات الخيول الأخرى، لأنها أنقى سلالات الخيول. الخيل العربي زي ما هو معروف عنها دي هي أبطال، هي أساسا كانت خيل بتسافر وتحارب في الصحراء، فبتتمتع بصفات هي خفة الحركة برشاقة ومرونة وقوة في التحمل غير عادية، ولذلك بصفاته النقية دي بيستخدم في ركوب الخيل في الرياضات كلها. يعني يستخدم في قفز الموانع للارتفاعات اللي بتكون ليها علاقة بطول قامته، وبيكون دائما من هو البطل. برضو بيستخدم طبعا في سباقات قوة التحمل، خاصة لو كانت في الأراضي الصحراوية ما حدش بيعرف يكسبه. وتقدم محطة الزهراء عدة خدمات لمربي الخيول في مصر وداخل الوطن العربي، من نقل الخيول وتربيتها وإيوائها بالمحطة، بجانب الخدمات الطبية التي تقدمها داخل وخارج المحطة. طبعا احنا اطمنا على حالة الجنين جوه بطن أمه، والحمد لله اللي عمل العملية دي دكاترة الزهراء. بالنسبة للختم الحصان، فبيجي التلج جاف بيكسر التلج وبنضيف عليه كحول في الكولمان على اساس تديني 80 تحت الصفر. بعد كده باخد تخدير، بخدر الحصان بهديه، يعني علشان مش تخدير كلي، لا تخدير ان هو يهدى الحصان. بعد كده بروح حالق المكان اللي هيتختم فيه. بعد ما بجهز المكان بتاعه، فالرقم بيتظبط الارقام بتاعته اللي هو المفروض هتتاخد على رقبته، بيتحط على رقبه الحصان لمده من لحد 45 ثانيه. بس احنا بندي مثلا لحد 60 ثانيه على اساس يبقى ايه الطبع مظبوط. 20 40 60 تمام. وبرضو اللي بيساهم في ان درجه وضوح الختم لون الحصان نفسه وطريقه الختم. فمثلا هنا لون الحصان غامق، فيبدا لون الختم او لون الشعر اللي بيطلع بيبقى فيه تباين اكتر ويبقى ظاهر اكتر. محطة الزهراء هي الأولى في العالم لتصدير الخيول العربية الأصيلة، وتعتمد عليها أكثر من 38 دولة في تحقيق أنساب خيولها، وذلك لشهرة الخيول المصرية بالرشاقة والجمال والذكاء وقوة التحمل. كما تقوم المحطة بالإشراف على عدد كبير من مزارع تربية الخيول في مصر وبعض الدول العربية. الهدف الرئيسي لإنشاء محطة الزهراء
هو الحفاظ على نقاء سلالة الحصان العربي المصري الأصيل. وعلى مر السنين منذ إنشاء المحطة عام 1928 نجحت محطة الزهراء في تحقيق هدفها، وجعلت لمصر مركزا مرموقا وسط دول العالم في مجال تربية ورعاية الخيول العربية الأصيلة، وجعلت من سلالة الخيول المصرية أساسا لخيول العالم.